الحمد لله رب العالمين والصلاة والتسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. حديثنا هذا اليوم إن شاء الله عن دوام العبادة والاستمرار على العبادة والثبات على العبادة بعد رمضان. Cemaat bugün sizin bilen Ramazan'dan sonra gıybedette olup yolunda söyleşiriz. Gıybedette olup hem şu gıybedette devam edip yolunda söyleşiriz. كثير من الناس في رمضان ما شاء الله قراءة القرآن، صدقة قيام الليل، الصلاة في المساجد، ذكر الله عز وجل، وكأنه ملك يمشي على الأرض، ولكن بعد رمضان ينسى كل شيء وكأن العبادة لا تكون إلا في رمضان. Hem cemaat şeyhiyle ayrı kişilerde görevimiz değil. Ramazan'da namazlarda, cemaatle namazlarda hem de burazalar yapılan teheccüdler, zikirler, Allah'la zikirler bilen meşgul. Hem de Ramazan'dan sonra ana kurbisini. Hatta Ramazan'da bu bir her işte gerektirir. Ramazan'dan sonra şu amellerin toplarlar. ربنا تبارك وتعالى حينما وصف المؤمنين قال عنهم والذين هم على صلاتهم دائمون في رمضان وفي غير رمضان. Rabbimiz Subhanahu ve Teala müminlerine sıfat verdiği Kur'an'da şöyle diyor. Onlar namazlarında devamçıdır bilmektedirler. وربنا تبارك وتعالى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى الموت. اليقين الموت يعني في رمضان وفي غير رمضان استمر وداوم واثبت على العبادة إلى الموت. خامنة دون الآية ربنا سبحانه وتعالى شوية الله تعالى قال عبادة خلقز دي حتى sizge ölüm kelmeguncha to'xtab Ramazonda ibodat qilamiz deb aytmang yoki shu bir o'rinli vaqtda ibodat qilamiz deb aytmang. Ramazondan boshqa vaqtlarda ham shu ibodat qilamiz deb Rabbimiz subhanahu va taolo marhamat qiladi. ربنا تبارك وتعالى يخاطب المؤمنين ويقول لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فكيف يخاطب المؤمنين ويطلب منهم الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا معناه يا أيها الذين آمنوا اثبتوا على إيمانكم، داوموا على إيمانكم في رمضان وفي غير رمضان. جماعة ربنا سبحانه وتعالى تغنبر آية كشوية مرحمتك أي الله تعالى قال إيمان كتر جنبر الله كان إيمان كتر الاستبادة قرأت ذلك شيء تشوية معنى ده وآيات Müslümanlarla bir hitap edildi. İman getirgenlerdi. Bu iman getirgen kişiler gösteriyor Rabbimiz. Hem Allah'tan iman getiririz diye belirtiyor. Nersege iken bu cemaat. Allah eydesi var bizge ne bu ayetten biz şunu anlayız. Rabbimiz eyde iman getiririz. Hem şu amellerimizde devam oluruz. Şu Ramazan'da nişi ibadet olsanız, ibadet olsanız, onlarla da Ramazan'dan sonra meşhur ibadette buluruz. Hem meşhur Allah Teala'ya imanda buluruz diye Rabbimiz. نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا عن خير الأعمال وأفضل الأعمال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أدومه وإن قل، يعني أن يكون دائما لا ينقطع ولو كان قليلا. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hadis ile cemaat. Peygamberimiz aytdi, amelin en hayırlısı o, az bo'lsa da davom bo'lgan amal shu en hayırlı amal deb Peygamberimiz aytdi. وسئلت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فقالت كانت عبادته ديما. ومعنى ديما أي مستمرة ولا تنقطع. Ayşe anamız radıyallahu anhadan sahabeler suratlarında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ameli işi iyidir. İşi bu amel biteydi, ibadet kolaydı bir suratında Ayşe anamız şöyle cevap verdi.
شوية عبادات وايدة خمنا شو عبادات ده برد وقيدة برد توصص كميت مدى خمنا كوبايت مدى نشوف برد وقيدة دوام أيضا خمنا. إخوتي في الله، جاء رمضان وقمنا الليل وصلينا التراويح الحمد لله نسأل الله العافية. ولكن هذا القيام وهذه التراويح هذا القيام هل هو فقط في رمضان؟ لا، القيام في رمضان وفي غير رمضان. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بقيام الليل. فقيام الليل يكون من بعد المغرب إلى الفجر في أي وقت من الأوقات تصلي لله ما شئت فأنت تقوم الليل إن شاء الله. جماعات خازر إذا بنا تراويح نمازن وقدر إنت برجع الله تعالى قبول الله نسم خلينا بسنك تماز بس نشوف تراويح كلامنا رمضان ده من أشهر يدرب تماز في بسنا يوقي جماعات وبسنك نشوف نماز بس خل رمضان ده سنة أشهر بالحديث يعني صلى الله عليه وسلم الحديث كلام قيام له غزل بيت الإعمال بس يعني نشوف أخشى نماز الناس نشوف كل وقت بشر نماز له قيام له نشوف كشي نماز له تخرجت وسكر نشوف قيام له يا جماعة شوان ولا نماز هذا خم كان ولا هذا نشوف الدوام ترسايد خم نشوف هذا الدوام ترسايد. على أقل تقدير أن تحافظ على صلاة العشاء في جماعة في المسجد وكذلك الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى العشاء في جماعة كان كمن قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة كان كمن قام الليل كله. جماعات يمكن ده نشوف يسمى نماز جماعات باليوم وصايده رمضان السنة في عبر صلى الله عليه وسلم شبيه حديث كده كم في جماعات بلاد يسمى نماز الخصال وإذا يرد كيش نشوف يرد كندير نمازنا مستغرق كده نشوف أجر غير شيء يتعمل بس خلينا يعمل بس نوامي ده خلينا كم يمكن نمازنا ده خصال جماعات الأنبياء خل وتنتنا عبادتنا مستغرق أجر وتستطيع أيضا أن تكسب قيام الليل كما قال عليه الصلاة والسلام أن تصلي يوميا في المسجد ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام. قال عليه الصلاة والسلام من صلى مع الإمام حتى ينصرف يعني ينصرف الإمام كتب له قيام ليل. خلينا جماعة نشوف أجر ذلك بس نشوف الرئيس طبعا بالحديث الذي عن عرب سيد كم من ذا برد نمازنا مثلا إمام بلان برجال جماعات نمازنا مصرسة خلي الإمام كيف كان شاء نشوف مش توصى الإمام كيف كان شاء عبادة توصى إمام تنصر شخصا يعني عرب سيد نشوف شدا تنقل عبادتنا أجهد الله ثم بعد ذلك جاء رمضان وصمنا والحمد لله نسأل الله القبول. ولكن هل الصيام لا يكون إلا في رمضان؟ لا. بعد رمضان مباشرة عندنا 6 شوال قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر كله أي كصيام السنة كلها. خلينا جماعات ورزاته عند رمضان بدنا يوقف رمضان بدنا وتنقل لنا ورزاته جماعات خلي عمل صلى الله عليه وسلم شنو حديث كده في عمل زيت كم من رمضان ورزاته خل أنا عند رمضان ناس مثل شوال أي كده خل من شو شوال أي ده أعطيك ورزاته سنة تصار عمل زيت ونشوفش بري الدوام ده ورزقها أجر العظيم. كيف يكون صيام رمضان مع 6 شوال؟ كيف يكون كصيام السنة كاملة؟ لأن الحسنة ب10 أمثالها والشهر رمضان ب10 أشهر كم بقي؟ شهران
6 أيام من شوال 60 يوما، أي بعدد شهرين. إذا كأنني صمت حينما أصوم رمضان وأصوم معه 6 من شوال كأني صمت السنة كاملة. الشهر ب10 و6 أيام 60 يعني شهرين، صارت عندي 12 شهرا، فكأني صمت السنة كاملة. خامين جماعات بس شبه زينة شو بري دوامدا أجر صوما وخنا أجر زينة رمضان ده برزة تسم خامين شوال قريبا أعطيهم برزة تسم خامين رمضان ده نبرة زينة بر أجر وبقول أجر بدينه بر شلسات بر أجر شلسات وبقول أجر بدينه خامين ده نشوف رمضان ده تلقى برزة ورمزه أيام تنقل خلينا نقول شباب أيضا أعطيك المراسلات تيجي أو تنقل خلينا نشوفنا ده كده شغال بس ده أجر رمضان خلينا شباب أي مراسلات تصير بريء ده مراسلات خلينا نشوف سوا وغير 6 شوال عندنا صيام يوم عرفة، عندنا صيام يوم عاشوراء، عندنا صيام تاسوعاء، عندنا صيام أيام البيض، عندنا صيام الاثنين والخميس، كلها أيام فاضلة. فالصيام يكون في رمضان ويكون في غير رمضان. خم جماعة مزايد واشقاء برزة تكون مبارزة معينة كنا خم ده خرافات من ده يبرزة تكون خم عشرات ويار ده يبرزة تكون خم دوشنبه بيشنبه كنا دورة السنات إذا أجل فرصات إزاي إذا رمضان وكان مغربها وزنته وغربها كجماعات. جاء رمضان فقرأنا القرآن، وكثير منا هذا الذي يقول ختمت ختمة وهذا يقول ختمتين وهذا أكثر، نسأل الله القبول. ولكن هل قراءة القرآن فقط في رمضان؟ لا، نعم قراءة القرآن في رمضان أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أكثر والصحابة كانوا يقرؤون أكثر. ولكن علينا أن نقرأ القرآن وأن نحافظ على ورد ولو صفحة واحدة في القرآن الكريم حتى لا نقطع ولا نهجر القرآن الكريم. جماعات من رمضان عند كوكش قرآن مغيبا خامين خادم يصيبا قيبر الشيء في رمضان لا تقرأ خادم يصيبا قيبر الشيء لا يمكن من كده قرأ خادم يصيبا خامين نشوف ازاي رمضان ده رمضان ده القرآن وخوز رمضان ده يعني مسائل خام مدرنا الرداد نشوف من رمضان ده يبقى مسألة من يمكن من ده بر بيتو قصاد ده وشرط من ده يمكن من ده بر بيتو قصاد ده جماعات ومن رمضان ده خير الفراق أجل الفراق خامين رمضان نصوم له أجل الجماعات. وأنا أوصي نفسي وأوصيكم بالمحافظة على قراءة القرآن الكريم خاصة قبل النوم. قبل النوم ولو صفحة واحدة، ولو صفحة واحدة. لماذا؟ لماذا قبل النوم؟ جماعات من سزقان خامين سزقان نسيخات إلى قرآن وقرآن خامين ده جماعات قشان القرآن وقرآن إلى كذا من يقرأ أضربان قرآن وقرآن يمكن ده برئي توصل قرآن وقرآن نسيخات. الإنسان في الصباح يذهب إلى السوق، يذهب إلى العمل، يذهب إلى المدرسة، يذهب إلى المعسكر، ينام، فتذنب عينه وتذنب أذنه ويده ولسانه ورجله، كل الأعضاء تذنب. فإذا ما جاء قبل النوم وقرأ صفحة واحدة، أولا يمسك المصحف بيده، لا يضعه على طاولة ولا على شيء، وإنما يمسكه بيده، ثم ينظر بعينه، فلما أن جاء البشير ألقاه، يقرأ بصوت، لا يقرأ لا بصوت تسمعه أذنه. لماذا؟ خامين جماعات كوكش اللي تبعا إشكال وقرأ خابر إشكال مسلمين غامل إشكال خامين نشوف التكشة كل دوام ذات
günahları şeytanı, kuzu günahı şerleri, kulu günahı şerleri mümkün, kulakları günahı şerleri mümkün. Hamide bu günah kaykaş, iyi kaykaş, yoklar olduğundan bir okusa, hamide mana eng boshda Qur'on o'qigan vaqtda jamoat Qur'onni o'rgatsa edi. Mana shunga bo'ynishib o'rgatib, onları ko'z bilan ko'rib, hamda tovush bilan o'qisa edi. لماذا؟ لأني حينما أحمل المصحف بيدي ستكفر ذنوب اليد، تصفر وتغتسل، وحينما أنظر إلى المصحف بعيني ستكفر ذنوب العين، حينما أقرأ بصوت بلساني ستكفر ذنوب اللسان، وحينما تسمع أذني ستكفر ذنوب الأذن. جماعات من حكمة من القرآن وقتها أزبل نشأ أخر أنا أخذ قلت كان وقتها قلت نشأ أخر بس يشغلني خلينا القرآن وقتها بزاف القرآن أزبل نشأ أخر يشغلني خلينا القرآن وقتها بزاف توشنا القرآن وقتها نقول نشأ أخر بس يشغلني خلينا أنا أقيبس توشنا أقيبس خلينا القرآن وقتها kulaklarımız ile işten kulaklarımız işlerine beyler. ما هو دليلنا على ذلك؟ الدليل أن الله تبارك وتعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. ودليل آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني ائتي بحسنة حتى تمحى السيئة التي ارتكبتها، فإذا فعلت ذلك نمت وأنت صفر الصفحة، ستبيض صحيفتك وتغتفر ذنوبك كلها ببركة قراءة القرآن الكريم. خامد جماعات قرآن درشني آيات كلا البتة درس لله يخشى عمله، يعني يخشى عمله ونخبرنا يعني نخبرنا بشراكنا ونخبرنا يالله يمنش نشوف لازم يخشى عمله بس ونخبرنا يشيرون سلام الله القرآن ده الله سبحانه وتعالى شنو مرحمته خلي من الحديث هذا في عمل شنو الحديث كان أنا شو يخشى عمله ونخبرنا يشيرون بسلام الله خلي ده أنا شو بسمعنا شنو نخبرنا دولا إذا صفحة بس أنا شنو أقصد طبعا نخصص الله إذا شنو تسمع الكلام. وكذلك إخوتي باقي الأعمال الصدقة والعمرة والذكر والاعتكاف كلها تكون في رمضان وفي غير رمضان، فلنحافظ إخوتي على صلاتنا، على قيامنا، على قراءتنا القرآن حتى نبقى بإذن الله تبارك وتعالى ثابتين على الطاعة. نبينا عليه الصلاة والسلام وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. جماعات أنا شو عملنا رمضان اشتغلنا عملنا ذكر رمضان وكيس قرآن وكيس جماعات حمد رمضان سنة إذا نشوف عملنا دوام سعيدة نشوف عملنا نشوف صعيدة جماعات حمد نشوف ذكر رمضان مشكور خطبة نشوف صعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر أمة نبينا محمد، اللهم اصلح أمة نبينا محمد، اللهم ارفع الكرب والشدائد عن أمة نبينا محمد، اللهم فرج عن أمة نبينا محمد، اللهم فرج عن أمة نبينا محمد، اللهم ردنا إلى دينك دين نبينا محمد، اللهم انصر أمة نبينا محمد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم ارفع رايتهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم ولم شعبهم وسدد رأيهم وقو عزائمهم وشد هممهم وألف بين قلوبهم وصحح نياتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم وانصرهم على القوم الكافرين.
يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ المسلمين كما شئت وكيفما شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وكيد الظالمين والحاسدين والحاقدين والكفار. اللهم إنا نجعلك في نحور الأعداء ونعوذ بك من شرورهم. يا مالك نجنا والمسلمين من المهالك، إنك قادر على ذلك. يا لطيف نسألك اللطف فيما أجرت به المقادير. اللهم اجعل نيران العدو على المسلمين بردا وسلاما كما جعلتها بردا وسلاما على إبراهيم يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا واعط كل واحد منا سؤله واستجب دعوته وفرج همه ونفس غمه واقض دينه واقض حاجته يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ردنا اليك ردا جميلا، ردنا اليك ردا حسنا. اصلح شباب المسلمين واصلح نساء المسلمين واصلح حكام المسلمين واصلح علماء المسلمين واصلح كل المسلمين يا رب العالمين. تقبل اللهم منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا واستجب لنا دعاءنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. ثبتنا على الطاعه في رمضان وفي غير رمضان، ثبتنا على الطاعه في رمضان وفي غير رمضان. بنا اليك يا الله يا ارحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا والجماعه الحاضرين والديهم